السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كلمتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف تتمحور حول خصائص رمضان وفضائل رمضان، وما ميز الله به هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، نفحات ربانية ورحمات وبركات وخيرات على المؤمن أن يتعرض لها وأن يقتبسها وأن يعمل من أجلها. فرمضان هو شهر كرمه الله وفضله الله وعظمه الله بما استودع فيه من خيرات وبركات وعطايا ومنح ربانية، حتى يتوافد عباد الله سبحانه وتعالى عليه فيغتنم من خيره وفضله وبركته. وكثيرة هي الفضائل والخصائص الرمضانية على باقي الشهور. فرمضان أيها الأحباب ميزه الله سبحانه وتعالى وأعلى من قدره ومكانته ليهفو العباد المكرمون إليه ويستعدوا لعبادة الله سبحانه وتعالى فيه. نبدأ بأول خاصية من خصائص رمضان. أولا، أن الله سبحانه وتعالى جعله شهر الصوم المفروض، وهو أحد أركان الإسلام الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان ظرف زمان لمزاولة عبادة الصيام فيه. كتب على أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، فمن شهد منكم الشهر أي المذكور قبل فليصم. فبالتالي أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الشهر بعبادة الصيام. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى جعله ظرفا لنزول القرآن الكريم فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال سبحانه وتعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ولا شك ولا ريب أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان. فجعل الله سبحانه وتعالى الشهر الكريم ظرفا لنزول القرآن فيه، ويتشرف الشهر ويتشرف الزمان بقيمة ما نزل فيه وما أحاط فيه وما حل فيه، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. من خصائص هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه وفي ضمنه ومن جملة لياليه ليلة هي من أعظم الليالي، وهي ليلة القدر. قال الله فيها وفي ذكرها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أي ليلة الشأن وليلة العظمة وليلة المكانة العلية. فيها تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم قال الله سبحانه وتعالى في جمع الآية يذكر مقدار فضلها تقريبا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر، وهي أكثر من ذلك. فهذا عد تقريبي ليس إلا. فبالتالي أن هذه الليلة هي من أفضل الليالي، فبالتالي حتى الشهر التي جاءت فيه وتضمنها يكون شهرا فاضلا وشهرا عظيما
إن شاء الله سبحانه وتعالى. الخاصية الرابعة أن الله سبحانه وتعالى جعل صيامه وقيامه مخلصا. الإنسان الذي يصوم رمضان ويقومه مخلصا ومؤمنا ومحتسبا الأمر والثواب على الله سبحانه وتعالى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا يكون هذا إلا في رمضان وفي أيام رمضان وفي ليالي رمضان. الخاصية الخامسة أن الله سبحانه وتعالى يأمر أبواب الجنة فتفتح وتشرع على مصراعيها فيهب خيرها ونسماتها على أهل الأرض، ثم يأمر بالمقابل أبواب النيران فتغلق، ولا يكون ذلك إلا في أيام وليالي رمضان، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وذلك كناية عن انتشار الرحمة والمغفرة والرضا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه إشارة على إمساك ما في النار من شقاء وعذاب وغضب وغير ذلك. تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. وكذلك يفهم منه أن في رمضان تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر. أبواب الخير كناية عن الجنة، وأبواب الشر كناية عن النار وما شابهها وما جرى مجراها. الخاصية السادسة من خصائص رمضان أن الله سبحانه وتعالى صفد فيه الشياطين ومردة الجن حتى يترك للعباد أن يقبلوا على ربهم، ويترك لهم فرصة التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث السابق، وهو جزء من الحديث السابق الذي ذكرناه آنفا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت فيه الشياطين. وهناك أحاديث بروايات متعددة وصفدت فيه مردة الشياطين وغير ذلك. الخاصية السابعة أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، كما جاء في الحديث عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء، إن لله عند كل فطر عتقاء. وجاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى عتقاء، إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. يعني أن الله سبحانه وتعالى في أيام رمضان وليالي رمضان عتقاء يعتق رقابهم ويخلصهم من النار بفضل إقبالهم وتوبتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا في رمضان، فتكتر فيه هذه الفرص. من الخصائص الرمضانية الخاصية الثامنة أن رمضان هو من جملة مكفرات الذنوب. جعل الله سبحانه وتعالى بعد الطاعات وبعد مواسم سببا لتكفير الذنوب، وأبرزها ثلاث محطات: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كما جاء في الحديث في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فهناك مكفرات يومية، فالصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما من الذنوب ولا سيما الصغائر، والجمعة إلى الجمعة أسبوعا في الأسبوعية، ورمضان إلى رمضان السنة ما اجتنبت الكبائر. وهذه فضيلة وهذه خصيصة عظيمة جدا. المؤمن يبقى طاهرا نقيا من الذنوب والآثام والخطايا إذا التزم الصلاة والتزم الجمعة وحافظ على صيام رمضان وقيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك
وأن يكفر ذنوبنا. الخاصية السادسة من خصائص رمضان أن صيامه كاملا، يصوم الفرد منا صيام رمضان ثم إذا أتبعه ب6 من شوال كأنه صام الدهر كله والسنة كلها. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، وهذا فضل ومزية لرمضان. ثم الخاصية العاشرة أن العمرة في رمضان، العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا إشارة أن رمضان ووقت رمضان وزمان رمضان وقت فاضل تتضاعف فيه الأعمال وتتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه الخيرات. فكما جاء في الحديث من أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. فيعني العمل الخير فيه يتضاعف ويتضاعف أجره وتتضاعف قيمته عند الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، فعمرة في رمضان كأنك حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأيام الأخرى تعتبر عمرة وحجة حجة، أما في رمضان فتعتبر العمرة كحجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه خاصية من خاصيات رمضان المبارك. الخاصية 11 أن الدعوة فيه مستجابة بالليل أو بالنهار، ولا سيما إذا رافقت وامتزجت مع فطر الصائم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسبحان الله، هذه الآية آية الدعاء والاستجابة إلى الله سبحانه جاءت عقب آية الصيام وشهر رمضان وذكر أحكام الصيام. بعدها مباشرة قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إشارة إلى أن الدعوة في رمضان وفي الصيام وعقب الصيام تكون مستجابة. وجاء في الحديث: 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، عتقاء من النار يعني من النار في كل يوم وليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. الخاصية 12 من خاصيات رمضان أنه شهر القيام والصلاة، وهذه ميزة من ميزة رمضان ما نراه من اجتماع الناس على صلاة التراويح وعلى القيام في رمضان ولا يكون في غيرها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في رواية من صام رمضان، وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالقيام في رمضان له مزية وله فضل بما يتناسب من فضل لياليه الطيبة الكريمة. وتجدر الإشارة بنا أن نشير أن رمضان ليس هو 30 يوما فقط، وإنما 30 يوما و30 ليلة، فأيامه للصيام ولياليه للقيام. رمضان هو كل وقت فيه بركة وخير ويعني رحمة ومغفرة، وهو كله خير. فجعل الله عبادة الصيام في نهاره، وجعل الله عبادة القيام في لياليه. وكلما يعني ازداد رمضان وتقدم بك الوقت في رمضان كلما تصاعد فضله ونما أجره. فتبدأ من أول يوم
ففي العشر الآخر من رمضان يكثر فضلها وخيرها، وهي من أعظم الليالي كما سوف يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والخاصية 13 أنه شهر القرآن. وكيف لا يكون رمضان شهر القرآن وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة؟ أول عملية نزول القرآن كان في رمضان. أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، استعدادا لنزوله من بيت العزة الذي هو في السماء الدنيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة، بعد النبوة. فهذا النزول كان في رمضان في ليلة القدر، ثم بعد ذلك بدأ ينزل متتابعا متتاليا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من العناية، وحتى على قراءة القرآن فيه وعلى الختم القرآني فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ليله ويكثر من القيام في العشر الأواخر من رمضان، ثم بعد أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان. كان جبريل يأتي إلى رسول الله في كل ليلة من ليالي أو في رمضان فيدارسه القرآن ويعارضه القرآن، وعارضه مرتين في آخر رمضان من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصية 14 أنه شهر تتضاعف فيه الأعمال، فعمرة في رمضان تعدل حجة. وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير في رمضان، من كثرة الصدقة ومن كثرة زيارة صلة الرحم وغير ذلك، لما في رمضان من خير يتضاعف وأجر يتكاثر. والخاصية 15 أن الله سبحانه وتعالى اختص رمضان بصلاة التراويح. وتكلمنا عن القيام في رمضان، ولكن جعل الله فيه صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعلها ويواظب عليها، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وهي سنة مؤكدة كما ذكرنا، وتسن جماعة وفي المسجد. وأكدها وزاد تأكيدها وإخراجها بهذه الصيغة ثاني خلفاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، جمع الناس عليها. الخاصية 16 أن رمضان اختص بالليالي العشر، وهي أفضل ليالي العمر، وهي أفضل ليالي السنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله واعتزل النساء وطاف عليهن يذكرهن بالصلاة وبالقيام، لما فيها من خير وما فيها من أجر وما فيها من ثواب. ويزداد خير هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة القدر، جعلها في ضمن لياليها، وقال صلى الله عليه وسلم ارتقبوها في أوتار ليالي العشر. ثم هناك سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في العشر الأواخر من رمضان، وهي من خصائص رمضان، حتى ولو هذه السنة وهي سنة الاعتكاف يمكن أن يفعلها الإنسان خارج رمضان، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يعتكف في رمضان، وربما في سنة لم يعتكف فقضى اعتكافه خارج رمضان، إلا أن رمضان اختص بهذه السنة، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان، ليتأكد التحصل والحصول على ليلة القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم من خصائص رمضان أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه وفي أواخر رمضان يعني سنة وشعيرة عظيمة مالية، وهي زكاة الفطر، وتسن وتخرج في الليالي الأخيرة من رمضان إغناء للفقير وطهرة للصائم. وله مزايا كثيرة وعديدة في ضمن وفي ثنايا هذه الخصائص التي ذكرنا. نقتصر من حديث أخرجه ورواه ابن خزيمة في صحيحه نستأنس بهذا الحديث على طوله، وبه نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى.
عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على ثمرة، أو على شربة ماء، أو مذقة لبن، أي شربة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. كانت هذه بعض خصائص رمضان المبارك، وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.